السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين قناتنا، أهلا وسهلا بحضراتكم. النهاردة مع فيديو جديد من فيديوهاتنا عن الطرق، والنهاردة هنصور لكم طريق محور أحمد عرابي أو شارع أحمد عرابي، الطريق المحور الجديد أو الكباري الجديدة اللي بتتعمل. احنا دلوقتي ده شارع جامعة الدول العربية، وهنوريكم اللي حصل في المكان ده في حوالي 3 شهور. في حوالي 3 شهور المكان شكله اختلف تماما، وحصل حاجات غريبة جدا. يعني اللي هيمشي في المكان ده اللي ما جاش بقاله فترة هنا بنسبة كبيرة هيتوه. طبعا اللي احنا شايفينه قدام حضراتنا ده كوبري 15 مايو، واللي يعرف الكوبري كان فيه في المكان ده كده كان فيه طلعة تودينا على وسط البلد. طبعا الطلعة دي زي ما حضراتكم شايفين اتهدت، هو بس معلش يعني الطريق لسه ما اتسفلتش لتحت الكوبري. هو كان الطريق ده مقفول وفتحوه عشان خاطر كان لسه بيعملوا الطريق وبيعملوا الكباري زي ما حضراتكم شايفين معانا كده احنا في شارع احمد عرابي. طبعا اللي شايف الكوبري اللي جنبي اللي هو اللي فوقينا ده، الكوبري ده لسه جديد، ده برضو للي جاي من وسط البلد. طبعا يعني ده اتعمل في مدة سريعة جدا. ده اللي جاي من وسط البلد. طبعا اللي كان جاي من وسط البلد فيه برضو نزلة اتهدت، ودي اللي اتعملت مكانها ووصلت لشارع احمد عرابي. يعني ننزلك جوه الشارع مش تنزلك بره زي ما حضراتكم شايفين معانا كده. احنا هنمشي معاكم لغاية اخر الشارع ونرجع تاني وناخد الكوبري الجديد اللي اتعمل. احنا بس عشان نوريكم الطريق كله، هو لسه الطريق تحت الانشاء، لسه بيتعمل، لسه مخلصش. فهتلاقوا ان الارض غير ممهده او مش متسفلته، فاكيد الكلام ده كله هيتظبط. وبرده ده بيتعمل مشروع المترو اللي بيتعمل الجديد، الخط الثالث لسه مخلصش، يعني برضو في المراحل النهائيه بتاعته. زي ما حضراتكم شايفين معانا كده احنا وصلنا لنهاية شارع احمد عرابي. اللي فاكر المكان ده كان فيه كوبري احمد عرابي يوصلك يوديك عند الدائري، او يدخلك يمين على مطار امبابة، النزلة اللي هي بتاعت كوبري احمد عرابي. ده كوبري جديد برضو اتعمل. غالبا الكوبري ده لسه برضو احنا مش متأكدين الكوبري ده هيبقى واصل بايه، بس غالبا ده المحور الجديد اللي هو بيتعمل من الدائري المنيب. يعني ده الطلعه دي توديك للدائري المنيب عند نزله المنيب وكورنيش المعادي. لما برضو يخلص الطريق ده هنحاول نصور لكم معانا الطريق عشان نعرفكم الطريق ده هيودي على فين. زي ما قلنا لحضراتكم لسه الطريق مش ممهد، لسه بيتعمل، ما اتسفلتش، لسه ما خلصش. طبعا الكباري دي ما خدتش وقت خالص في العمل. سامحونا بقى في المطبات دي. احنا بقى نلف ونرجع تاني عشان ناخد الشارع من اوله ونوريكم الشكل بقى عامل ازاي. كده احنا لفينا وبقينا اتجاه جامعة الدول. كده احنا رايحين على شارع جامعة الدول العربية. وده شكل الكوبري اللي احنا كنا عنده، اللي هو الجديد اللي كنا بنقول لحضراتكم عليه. كده احنا يعني زي ما حضراتكم شايفين كده في حتت اتسفلتت في الطريق. طبعا دي الجزيرة اللي كانت في نص الطريق. طبعا حضراتكم لو تفتكروا الجزيرة دي كانت كبيرة جدا، كانت مثلا قد شارع عمومي في اي مكان تاني، كانت كبيرة جدا.
طبعا صغروها عشان يوسعوا الشارع. زي ما قلنا ان ده اللي في وشنا ده المترو الجديد اللي بيتعمل. ولسه ما انتهوش من سفلتة الطريق كامل او فتح الطريق من الاتجاه اللي احنا اتجاه شارع جامعة الدول. بتهيألي في المراحل الأخيرة يعني في مدة قليلة وهيتفتح الطريق ويبقى الشارع اتجاهه رايح جاي كل طريق لوحده، مش هنقطع الطرق كده تاني. كده احنا وصلنا عند الحتة المميزة في شارع أحمد عرابي. هو مش إعلان بقى، هو بس دي المكان المميز ده عمر أفندي. طبعا كلنا عارفين الشارع بالمكان ده. ادي الكوبري اللي كنا بنقول لحضراتكم عليه اللي جاي من وسط البلد بقى ينزل على شارع أحمد عرابي دايركت. احنا كده في اتجاه جامعة الدول العربية، شارع جامعة الدول العربية. اللي عايز يروح وسط البلد كان بيخش جامعة الدول العربية وبيلف من عند الفندق ويرجع تاني ويطلع طلعة كوبري 15 مايو. ده اتلغى خلاص. دلوقتي اللي عايز يروح وسط البلد بيطلع الطلعة الجديدة دي اللي احنا لقيناها قدامنا دي. اول ما تخرج من شارع احمد عرابي على شارع جامعة الدول هتلاقي طلعة قبل نادي الزمالك اللي احنا طالعينها دي. وبكده انت بقيت على كوبري 15 مايو اتجاه وسط البلد. لسه في توسعة للكوبري عشان تستحمل الضغط والزحمة بتاعة العربيات في الوقت الذروة بتاع خروج الموظفين. طبعا بصوا زي ما حضراتكم شايفين معانا كده في توسعة بتحصل من الناحيتين. الدنيا المكان كله اتغير. ادي الطلعات دي كلها اتلغت عشان يبقى يوسع الطريق، يبقى الطريق كله واسع ما يبقاش حارتين بس. فكل الطلعات والنزلات اللي على الكوبري اتقفلت. كده اتجاهنا للزمالك ووسط البلد. نتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو في حاجة عايزيننا نصورها لكم او نقول لكم عليها اكتبوا لنا في الكومنتات. وما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب للقناة. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.